هذه المرحلة الانتقالية ما زالت مرحلة صراع بين أعداء الثورة وبين الثورة، بين استراتيجية أعداء الثورة الذين يريدون إفراغ مطالب الثورة من محتواها، ويريدون بالتالي إعادة إنتاج النظام القديم ولو في شكل معدل، ولو في شكل فيه نوع من الإصلاحات، وبين الاستراتيجية الثورة التي تريد بالفعل أن تكون أن يصل الشعب إلى السلطة وأن تكرس طموحاته وأهدافه في إنشاء جمهورية ديمقراطية شعبية، جمهورية تكرس سيادة الشعب، جمهورية برلمانية. نحن نريد في حقيقة الدفاع عن أهداف هذه الثورة من خلال مطالب واضحة، من خلال مجلس تأسيسي منتخب، انتخاب شعبي حقيقي. في هذا الإطار نحن نطالب بتأجيل موعد الانتخابات. نقطة بسيطة، كيف سيساهم مثلا الشباب في هذه الانتخابات وفي النقاشات والحوارات، ونحن نعرف جيدا أنه ما بين شهر ماي وشهر جويلية توجد امتحانات البكالوريا وتوجد امتحانات في الجامعة، المعلمون والأساتذة سيكونون منشغلون أيضا، الأولياء سيكونون أيضا منشغلين بامتحانات بناتهم وأبنائهم. نحن ضد منع هذا الحزب أو ذاك، لأننا إذا بدأنا في المنع فبطبيعة الحال يمكن أن يتوسع هذا المنع كما توسع في السابق، ويمكن أن تنجر عنه أضرار معناها للجميع. وفي هذا الإطار فنحن ضد قانون الأحزاب، نحن من أجل إلغاء قانون الأحزاب الموجود حاليا، ومن أجل الاستعاضة عن ذلك بمجرد إعلان. نحن نعتبر وأن أقرب نظام إلى سيادة الشعب هو النظام البرلماني. تونس عانت من النظام الرئاسي أكثر من 50 سنة. نحن مع نظام برلماني يكون فيه الرئيس له سلطة شرفية أكثر منها سلطة فعلية.